صديق الإنسان، أنت طبعا عارف إن الخيول والأحصنة بيناموا وهم واقفين، بس في حالة واحدة بس الحصان ممكن ينام ويبرطع على الأرض ويشخر كمان. الحالة الوحيدة اللي ممكن قطيع الخيل كله ينام فيها هي إنهم يلاقوا حصان حارس معاهم، يعني بمعنى أدق وأوضح بقى يكون في حد مسؤول عن حمايتهم من أي خطر أو أي حيوان مفترس. بالمناسبة مش شرط إن الحد ده يكون حصان، الحد ده ممكن يكون الخيال نفسه اللي بيربي الحصان أو عامل الاسطبل أو أي إنسان يكون الحصان بيطمن له وبيرتاح معاه. وممكن كمان الحارس ده طبعا يكون حصان من ضمن القطيع اللي هو يكون مسؤول عن مراقبة المكان كله. في نفس الوقت بقى عمرك ما هتصادف او تقابل في حياتك كلها وتشوف قطيع الخيول كله نايم على الارض ومطمن، لازم تلاقي 3 أو 2 او حتى حصان واحد واقف زي الخازوق كده وقاعد بيراقب الوضع، وده علشان اول ما يحس بالخطر يحذر باقي القطيع اللي نايم ويقوموا من النوم بسرعة ويستعدوا للهجوم او العركة بقى.